السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزين نتكلم في موضوع هينتشر في الأيام اللي جاية إن شاء الله، وهو دخول موسم الانتقالات الشتوية بين الأندية وبعضها اللي هتكون بعد شهر إن شاء الله، وبالتحديد في أول يناير. طبعا المواقع في الشهر اللي جاي ده بتتصارع على جذب انتباه المشاهد، سواء مواقع الإنترنت أو الصحف المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وبتلاقي الدنيا قامت مرة واحدة وما قعدتش. معلش هنخرج بره الموضوع الأساسي لبضع دقائق بعد إذنك. زمان في الثمانينات أو بداية التسعينات كنا بنروح نشتري الجرايد من المدينة أو المركز اللي جنبينا قبل ما يظهر النت والبت والكلام الفاضي، أو قبل ما ينتشر النت بالسرعة دي. مثلا كنا بنوفر من مصروف المدرسة اللي كان 10 قروش أو 15 قرش ساعتها. كمان كان ابن الراجل المبسوط كان بياخد جنيه أو نص جنيه، وكان بيبقى في قمة السعادة. المهم كنا بنوفر من مصروف المدرسة وبنروح نشتري الجرايد والمجلات زي مجلة الأهلي ومجلة الزمالك والكرة والملاعب وجريدة أخبار الرياضة والأهرام الرياضي وجريدة الأهرام والأخبار والجمهورية وأخبار اليوم، وكل دي كانت جرايد وصحف جميلة وممتازة، وكانت مصدر موثوق فيها، وكانت صحف محترمة وبتكتب بمصداقية وبتنشر الخبر الصحيح. بعد كده طلع بقى صحافة الهدف والمستقبل ومش عارف جرايد تانية كتير. اليومين دول مع انتشار مواقع الإنترنت أصبحنا بنشوف أخبار ومواقع كتير ملهاش أي 30 لازمة قرش، زي مواقع كتير أوي، ومش لازم أذكر مواقع بعينها علشان ده غير قانوني بالمرة، وما ينفعش نتهم حد بعدم المصداقية أو الكذب ونسمي بالأسماء. نرجع لموضوعنا الأساسي. مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية اللي هتبدأ في شهر يناير بين الأندية، بتلاقي المواقع بتكتب أخبار كتير ومش عارف تلاحق على الأخبار، والمواقع اللي بتنشر أخبار وخلاص، وأغلبية الغرض منها عمل ضجة إعلامية وخلاص، وفيه منها اللي بتكون اجتهادات من الإعلاميين، وفيه أخبار تانية بتكون مفتعلة مخصوص علشان لمجرد تشتيت اللاعبين أو التأثير على تركيزهم في الملعب، وعارفين مين هم أصحاب الإشاعات والأخبار الكاذبة دي اللي بدأت تنتشر اليومين دول على نطاق واسع. بنلاقي أخبار كتير بمصدر أو غير مصدر. كمان لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة: الأخبار اللي بتبتدي بمصدر غير معروف أو بدون مصدر، زي أخبار بتكون الأغلبية منها غير صحيحة، الغرض منها النشر زي ما قلنا وبس. زي مثال الأخبار اللي بتبتدي يقول لك الخبر مصدر للصحيفة الفلانية أو مصدر للصحيفة العلانية، وكمان الخبر بيقول صرح مصدر لا داعي لذكر اسمه. يعني إيه لا داعي لذكر اسمه؟ لولا الخبر خبر كاذب ما كانش المصدر أخفى اسمه تماما من الخبر، او بيقول لك مصدر موثوق فيه، او مصدر موثوق منه، او مصدر مقرب من فلان، او مصدر مقرب من علان. وساعات بتبتدي الاخبار واكد مصدر خاص لكذا. كلها دي أخبار الأغلبية منها أخبار كاذبة وغير صحيحة. طيب أما الأخبار اللي لازم ناخد بالنا منها ونقراها بجد وننتبه منها، اللي هي الأخبار اللي بنسبة على الأقل بتكون 80% منها صحيح، واللي تقدر إنك تصدقها، اللي هي أولها صاحب المصدر فعلا أو صاحب الخبر نفسه. زي مثلا الخبر بيقولك صرح الكابتن فلان، وبيذكر بالتحديد الاسم، وبيكون متعمد ذكر الاسم اللي هو صادر منه الخبر، أو الخبر اللي بيقول لك وصرح مصدر أو وصرح الكابتن علان بأن الخبر كذا بيقول كذا. هي دي الأخبار اللي تدخل وتشوفها فعلا، دي بنسبة حوالي 80%. ولو كان الخبر مكتوب فيه صاحب الخبر نفسه يكون أفضل، وممكن يكون صحيح على الأقل بنسبة 50%. طيب الأخبار اللي بتنتشر داخل المواقع الموثوقة، الأخبار دي اللي هي مثلا اللي المفروض الواحد ياخد باله منها كويس ويقراها بتأني صحيح ويبقى واثق إن هي أخبار صحيحة، اللي هي بتبقى أخبار 100% زي مواقع الأندية الرسمية، مثلا موقع النادي الأهلي وموقع الرسمي لنادي الزمالك الإسماعيلي وغيرها من مواقع الأندية نفسها.
اللي هي بتبقى مصدر موثوق وبالتأكيد خبر صحيح 100% وما نقدرش تشكك فيه. هي دي المواقع اللي لازم الناس تقراها وتاخد بالها منها كويس. أرجو إن أكون وصلت فكرة ومعلومة، علشان بعض القراء أو المستمعين ما بيصدق يقرأ الخبر ويروح يقول في خبر بيقول كذا وبيحلف ويتقطع لصاحبه ويطلع الخبر غير صحيح في النهاية. كده بيطلع على نفسه ذنب، بيحلف كتير وبسبب الحلفان ده بياخد ذنب. فالمفروض بناخد بالنا من الأخبار اللي هي بتنتشر وما نصدقش أي خبر يقولك صرح مصدر موثوق أو صرح مصدر الفلاني أو العلاني أو الكلام ده. إن ما كانش مكتوب في بداية الخبر اسم صاحب خبر نفسه أو النادي الفلاني العلاني أو المسند مثلا أو الموقع اللي هو صدر منه الخبر، غير كده المفروض ما نصدقش أي أخبار، وكل الأخبار اللي غير كده بتطلع غير صحيحة بالمرة. فأرجو إن الجميع ينتبه للقصة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.